تفاعل عدد من المتابعين مع الجدل المستمر الذي يثيره مهرجان موازين، خاصة تزامنه مع ما يقع من عدوان على الشعب الفلسطيني بغزة، والتفاعل الجماهيري الهزيل مع فعالية المهرجان. وفي هذا الصدد تداول متابعون صورة الشعارات الماسونية ظهرت بإحدى منصات مهرجان موازين بالرباط. وما أثار استغراب المتابعين أكثر هو مرور شعار الماسونية على قنوات القطب العمومي الدزم التي كانت تبث فقرات مهرجان موازين. ويرتبط شعار الأفعى الضخمة والعين داخل هرم التي يسمونها العناية الإلهية بالماسونية، إذ ظهرت لأول مرة كجزء من أيقونية الماسونية المعيارية في عام 1797، وتكون أحيانا محاطة بمثلث ويشار إليها في الماسونية العالمية لمهندسي الكون الأعظم وفق ادعائهم. ويطرح